ما تيجوا نحط نفسنا مكان كابتن حسام حسن ونشوف أنسب طريقة لعب ممكن منتخبنا الوطني يلعب بيها بطولة كأس العالم، وتطبق الطريقة دي ابتداء من مباراة البرازيل الودية الماتش اللي جاي. في البداية كده مركز حراسة المرمى لا جدال عليه، هنقول مصطفى شوبير هو الأنسب والأجهز حاليا لحراسة منتخبنا الوطني. خش على خط الدفاع واللي هيبقى مكون من 4 لعيبة، على اليمين محمد هاني، على الشمال أحمد فتوح، قلبين دفاع ياسر وحسام عبد المجيد. ومش لازم نحشي 5 ورا في خط الدفاع عشان نعرف نلعب كورة بما يرضي الله. نخش على خط النص واللي هيبقى مكون من 3 لعيبة، في مركز 6 مروان عطية أو مهند لاشين. في المكان ده كفاية قوي واحد بس مركز 6، وأنا هفضل من وجهة نظري مهند لاشين، مقدم موسمين متتاليين مع بيراميدز ولا أروع. فمهند لاشين في مركز 6. تلعب قدامه بمركز 8 وهو اللاعب إمام عاشور، ومركز 10 المركز الحساس هتلعب بعمر مرموش. ليه بقى هنلعب بعمر مرموش؟ لأن عمر الوحيد اللي عنده حاليا القدرة إنه يستلم من نص الملعب ويطلع بهجمة صح، يطلع الفرقة كلها معاه ونرتد بشكل وبالأسلوب اللي احنا بنتمناه واللي عايزين نشوفه في المباريات المقبلة. اليمين هتلعب بهيثم حسن للحلول الفردية والمهارات والحلول والإمكانيات اللي شايفينها عند اللاعب هيثم حسن. ناحية الشمال هتلعب بتريزيجيه، وراس حربة صريح هتلعب بمحمد صلاح. ليه راس حربة هتلعب بمحمد صلاح؟ لأن محمد صلاح في الناحية بتاعته الوينج اليمين لا هيديك سرعة زي الأول، ولا هيديك مهارة مطلوبة، ولا هيديك حلول. هتقتل حرفيا قوة محمد صلاح اللي محتاجينها في ال 18 فرص. يقدر يجيب لك ضربة جزاء، يقدر يقدم لك حلول كتير جدا كراس حربة. ما ننساش ان محمد صلاح عنده القدرة ان هو يلعب راس حربة صريح، ولعبها قبل كده كتير مع يورجن كلوب، ولعبها قبل كده كتير مع منتخب مصر. فهي دي هتبقى التشكيلة. قول لنا انت بقى من وجهة نظرك شايف مين يتحط مكان مين، وشايف ايه انسب طريقة كابتن حسام حسن يقدر يلعب بيها مباريات كاس العالم عشان نعدي الدور على الاقل الاولاني ونصعد من المجموعة اللي من وجهة نظري شايفها ان هي مهمة مش صعبة ومش مستحيلة، علشان نكمل ويبقى شكلنا حلو في كأس العالم.